السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا افنان حبيب. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الشاورما. مين مش بيعشق الشاورما؟ هنعملها في البيت زي المطاعم بالظبط والمحلات، بس اكيد احلى وانضف بكتير. بصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي، شكلها بيتكلم عن نفسها. هنعملها بطريقه حلوه جدا ونضيفه جدا، وهنعمل جنبها صوص طحينه، وهنقدمها في عيش تورتيلا انا عاملاه برضو في البيت، هقول لكم طريقته، وهسيب لكم برضو لينك الفيديو بتاعه بالتفصيل تقدروا تشوفوه. يلا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي. معايا اول حاجه نص كيلو لحمه متقطعه شرايح تقطيعه الشاورما، معايا نص كوبايه طحينه، نص كوبايه خل، ربع كوبايه زيت. معايا هنا بقى التوابل والبهارات دي اساسيه، انا ما بغيرهاش في الشاورما خالص. معايا معلقه صغيره من الملح، توم البودره، جنزبيل البودره، 7 بهارات او بهارات شاورما. معايا معلقه كبيره بصل بودره، معايا نص معلقه صغيره فلفل اسود، معايا رشه سكر ورشه قرفه ورشه حبهان بودره. اول حاجه هجيب بوله واحط فيها كل المقادير دي، حطيت الزيت والخل والطحينه واقلبهم كويس جدا. الطحينه انا برضو ما بغيرهاش في تتبيله الشاورما، بتدي طعم حلو جدا. وهقلبهم واحط البهارات برضو واقلبها كويس جدا. انت ممكن كمان تضيفوا معلقه مستردة لو عندكم، ممكن كمان تضيفوا دبس رمان لو حابين. كل دي بتدي طعم حلو للشاورما، بس انا بصراحه بحب التتبيله كده. وعلى فكرة الحبهان البودرة ما بغيروش ابدا في تتبيلة الشاورما، بيديها طعم حلو جدا. حطيت اللحمة بقى واقلبها كويس جدا. على فكرة لو عندكم بقى ليا او دهن، حتة دهنة كده تقطعوها وتحطوها معاها، ما تيجي تسووها تدي ريحة تحفة. هقلبها كويس جدا بقى واغطيها، لازم اقلبها كويس جدا وكل حتة لحمة تشرب من التتبيلة، واحطها في التلاجة. انا هنا عاملاها من بالليل، انا حوالي تقريبا قعدت في التلاجة وفي التتبيلة حوالي 20 ساعة. طبعا لو ما عندكوش وقت ممكن نحطها في التلاجة ساعتين 3، مش هتقول لا يعني. حطها، بس كل ما تقعد وقت اطول في التلاجة كل ما تدي طعم احلى. هنعمل بقى جنبها ايه؟ صوص طحينة. ما تقولي بقى تومية ولا اي حاجة من الكلام ده، لا هي شاورما يعني طحينة، صوص طحينة. معايا نص كوباية من الطحينة، معايا حطيت عليها معلقة خل كبيرة، معلقة عصير ليمون كبيرة، ومعلقة زبادي. اقلبهم كويس جدا جدا، واحط لها بقى البهارات. معايا رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة من الكمون، رشة من الثوم البودرة اساسي معانا. ممكن كمان رشة من البابريكا، مفيش مشكلة. ومعايا جنبي مية سخنة، تكون سخنة، مش لازم تكون مغلية بس تكون سخنة، عشان نخفف بيها صوص الطحينة، عشان يبقى معانا كده ناعم وقوامه كريمي كده، ميبقاش مكتل او فيه حبوب كده. هزود شوية مية بحبة صغيرين بحبة صغيرين، عشان ما تسيلش مننا وتبقى مية كده، بس لا احنا عايزينها ولا خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، عشان احنا هنعملها ولسه لما تبرد هتتقل معانا، فنخلي قوامها حلو جدا. زودت برضو شوية مية كده عشان اظبط قوام. خلاص بقى دوقوها، مثلا شوفوا محتاجة عصير ليمون، معلقة خل، عايزة شوية ملح، دوقوها وشوفوا انتوا طبعا على حسب الذوق. عيش التورتيلا بقى اقول لكم بقى سريعا انا عملته ازاي. شويه دقيق وعليهم شويه سكر وملح وشويه زيت، وممكن طرف معلقه صغيره بيكنج باودر. عجنتهم كويس جدا، بس انا عجنتهم بميه مغليه، مش ميه سخنه، لا ميه مغليه، بتديني قوام ونعومه كده للعيش وانا بعمله. بعجنه على فكره، ما بسيبوش يرتاح خالص، بشتغل بيه على طول عشان انا عاملاه بميه مغليه. جربوا الطريقه دي واعملوها على طول، ما تسيبوش يرتاح. وبعدين قطعته كور متساوية قد البيضة او قد الليمونة كده، عشان نفردها على شكل دائري وتكون متساوية معانا. نفردها بسمك مش رفيع قوي عشان ما تنشفش، ولا تخين قوي يكون تخين قوي معانا يكون ما نعرفش نلفه كده. نفردها بقى على شكل دورية كده او شكل دائري عشان تبقى شكل العيش الجاهز بالظبط. نحطها في طاسة تكون ما بتلزقش، مش دهنينها اي حاجة خالص. بصوا هتبدأ تنفخ كده معانا وتعلى شوية، يبقى ياخد لون كده من الجنبين. اول ما تبدأ تتحرك اقلبها الناحية التانية تكون خدت لون برضو، واشيلها على طول. بصوا طريقته سهله جدا، انا ما بشتروش خالص من بره، بعمله على طول في البيت. زي ما انتم شايفين كوره بفردها كويس، مش سمك تخين ولا رفيع. بحاول ان انا اعملها شكل دائري عشان تبقى زي الجهاز بالظبط. اعملها برضو لازم انفض الدقيق الزايد ده كويس جدا، عشان ما احطه في الطاسه ما يتحرقش. بصوا بدات تنفخ معايا ازاي، ما بتنفخ معايا كده بتبقى خدت لون من الناحيه التانية. اشيله بقى واحطه على فوطه واغطيه فوطه، لازم اغطيه كويس جدا عشان ما ينشفش معايا ويفضل طري كده. بصوا ما شاء الله شكله عامل ازاي، اللهم بارك اللهم بارك، عامل زي الجاهز بالظبط، شكله جميل جدا. ممكن كمان تعملوا منه كمية وتحطوها في الفريزر، بتبقى حلوة جدا. بصوا ما شاء الله انا عمالة اكور فيه واعمله بايدي ما بيتقطعش، جميل جدا.
حرفيا مش هتفرقوا ابدا ابدا عن الجاهز. نيجي بقى لتسوية الشاورما. معايا في طاسة كده تكون سخنة وفيها زيت، طاسة تكون ما بتلزقش. نحط فيها شوية زيت ونسيبهم يسخنوا جدا، عشان اول ما ننزل الشاورما يعني نسمع صوت تش كده، تكون الشاورما نزلت في طاسة سخنة، عشان لو نزلت في طاسة باردة هتنزل ميتها وتنشف معانا. نعمل في طاسة كبيرة او نعمل على مرتين، عشان بس الشاورما متبقاش فوق بعضها، متلحقش تستوي. لو حطيناها فوق بعضها هتنزل ميتها بقى وتبقى ناشفة معانا. ما نقلبهاش كتير برضو، تسيبها لحد ما تستوي خالص. ولو نزلت شويه ميه برضو سيبوها وهي تتبخر لوحدها لحد ما تشرب الصوص بتاعها، التتبيله بتاعتها دي. ما نقلبهاش خالص خالص الا لما تبدا تستوي زي ما انتم شايفين كده. واول ما بدات تستوي كده خلاص انا عرفت انها استوت. لازم نختار نوعيه لحمه حلوه كده ما تقعدش معانا كتير على النار، عشان ما نيجي ناكلها ما تبقاش فيها مضغه كده او حاجه ناشفه كده، تكون طريه معانا. لما استوت لو خدتوا بالكم انا حطيت لها كده معلقه خل، بتخليها بقى تطلع كده روايحة، والناس كلها تبقى عارفة ان احنا بنعمل شاورما. وبعدين نزلت لها شوية بصل، انا مقطعه بقى بصل وفلفل وطماطم وبقدونس. نزلت لها شوية بصل وحطيت عليه شوية سماق، انا بحب احط لها شوية سماق على البصل. وبعدين هنزل الفلفل، انا بس يا دوب قلته تشويحة بس ياخد من طعم الشاورما. وبرضه هقلب الفلفل يا دوب حاجة بسيطة، مش هخليه يدبل. بعدين طفيت النار واحط الطماطم والبقدونس. الطماطم والبقدونس ما بحطهمش على النار خالص، بحطهم لما بطفي النار. اللي مش حابب يحط البصل على النار يتشوح مع اللحمه، ممكن يتحط في سندوتش كده ني. على العموم البصل اللي انا مستخدماه ده بيكون مسكر شويه، مش بيكون فيه لذعه، فممكن يتحط ني كده هو والخضار. بس انا بصراحه بحب اديهم تشويحه كده مع اللحمه ياخدوا من طعمها. ولعت بقى فحمايه كده وغطيتهم عشان يبقى الشاورما بطعم وريحه الفحم، اكننا عاملين شاورما على الفحم. نيجي بقى لتجميعة الساندوتش. جبت العيش التورتيلا الجميل اللي احنا عاملينه ده، وحطيت شوية من صوص الطحينة، نحط كده شوية حلوين عشان الساندوتش يكون معانا طري. بعدين حطيت الحشوة، وبعدين قفلت الجناب، وبعدين لفيته رول. شفتم سهل جدا. نعمل كمان واحد. نجيب العيش الجميل بتاعنا، بصوا شكله تحفة اللهم بارك. حطيت شوية من صوص الطحينة، زي ما قلتلكوا شاورما يعني طحينة صوص طحينة. وبعدين هحط الحشوة في النص، كتروا بقى من الحشوة قللوا براحتكم انتوا اللي بتعملوا. وبعدين هقفل الجناب، وبعدين الفه رول. هحمصه بقى على طاسة او جريل زي ما انتوا حابين. انا هعمله في طاسة عشان اللي مش عنده جريل وكده. حطيت حتة زبدة، ممكن زيت ممكن سمنة اي حاجة بس نحمص بيها السندوتش كده. حطيت حتة زبدة وسبتها تسيح، وبعدين حطيت السندوتش. واحط بقى كام واحد كده واضغط عليهم لحد ما ياخدوا لون كده جميل من تحت، على نار متوسطة مش عالية عشان ما يتحرقش مننا، لحد ما يبدأ ياخد بقى اللون الجميل اللي احنا عارفينه ده، وبعدين نشيله. بصوا ما شاء الله هنا شكله حلو ازاي، واخد تحميصه حلوه جدا. نفتحه بقى ونشوفه من جوه عامل ازاي. بصوا الحشوه جوه ما شاء الله جميله ازاي، والخضار مصحصح كده، مش دبلان قوي ولا حاجه زي ما انتم شايفين. قدموها بقى مع بطاطس محمره كده بقى. الف هنا يا رب على قلبكم. جربوها وقولوا لي رايكم. وعلى فكرة اللي مش حابب يقدمها في عيش التورتيلا، ممكن تقدمها في اي عيش طري، ممكن زي الفينو مثلا او العيش الصاج، او العيش الشامي الابيض اللي انتوا المدور ده، ممكن تقدموا فيه. طريقة التقديم دي براحتكم خالص، ممكن تعملوا فتة شاورما تبقى جميلة. طريقة التقديم دي بتاعتكم انتم، اختاروا بقى واحتاروا واعملوا اللي انتوا تحبوه. اتمنى بقى ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصلكوا اشعار بيه. اشوفكم على خير ان شاء الله. كنت معكم افنان حبيب، مع السلامه.